وصفتنا النهارده للناس المفرهده اللي لسه طالعه من رمضان وكمان داخله على امتحانات وما عندهاش استعداد تقف كتير في المطبخ. مكرونه بينك صوص بالفراخ بتخلص في 5 دقايق حرفيا. اول حاجه هنسلق المكرونه، وطبعا كلكم عارفين طريقه سلق المكرونه. وهنا هنستخدم اي نوع مكرونه احنا بنحبه، وهنجيب اي حله او طاسه كاست ايرن، ودي اللي انا بحب استخدمها، وهننزل بمكعبين من الزبده عليهم معلقتين من الزيت، وهننزل بقطع فراخ نكون متبلينهم بملح وفلفل وبابريكا، وهنقلبهم لحد ما يستووا معانا وهنطلعهم. اهم حاجه تكونوا مقطعينهم صغير. وبعد كده هننزل ببصلايه صغيره مفرومه فرم ناعم، وهنزود عليهم فصين من الثوم المهروس، وهنقلبهم في نفس الزبده والزيت اللي كانوا فيهم الفراخ علشان ياخدوا من نكهه الفراخ. واول ما نشم ريحتهم ولونهم يبتدي يبقى ذهبي فاتح، هننزل بمجموعه من التوابل هكتبها لكم بالتفصيل في الكابشن، وهنزود عليهم طماطميتين معصورين وكمان معلقه من الصلصه. وانا هنا استخدمت صلصه البيتزا لان بيبقى فيها طعم ريحان بيدي طعم حلو جدا. هنزود اخر حاجه كوبايه من كريمه الطهي. وهنا حاجه بقى مهمه جدا، كبشتين من ميه سلق المكرونه، النشا اللي فيهم هيربط معانا الصوص بتاعنا غلوتين كده. وهننزل الفراخ تاني، وهنحط بعد كده المكرونه اللي اهم حاجه تكون 3/4 سوا علشان تكمل سواها في الصوص. وبعد كده هنحط رشه من الموتزاريلا، دي طبعا اختياري، وعلشان نكسر اللون هنحط رشه من المقدونس. وعايزه اقول لكم هتدوقوا احلى مكرونه بينك صوص بتتعمل في 5 دقايق. جربوها، انا متاكده هتعجبكم جدا.